السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم لا طاخ ديال المكسرات، او لا انا هنايا حضرتها بالكركاع، وممكن ديروا اي مكسرات عندكم. كتجي خطيره ديال المخابز الكبرى. الوصفه الاصليه كتجي ناجحه لذيذه. ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم، تشتركوا في القناه الا كنتو جداد، مرحبا بكم، وتخليو لي في لي كومونتير الوصفات اللي تبغيو تشوفوا. وندوزو لطريقه التحضير. راه هاد الطورطه كتجي واعره، غير جربوها. غنحتاجو 125 غرام ديال الزبده ديال العبار، من الاحسن باش هكا تعطينا المذاق زوين. ونديرو ساشي د الفاني اولا راس معلقه ديال الفاني اللي كتكون سائله، و100 غرام ديال السكر كلاصي. بالنسبه اللي ما عندهمش الميزان ياخذوا هاد المكونات من الحانوت معبورين. بالنسبه لهاد الوصفه صافي. ومن بعد كنمعك مزيان الزبده والسكر كلاصي حتى كنحصلوا على شكل بوماد. ما ننساوش نديروا واحد شويه ديال الملحه، واحد الترن غير قبيصه صغيره صافي. وكنمعك مزيان الزبده حتى كتشكل لينا واحد الكريمه بهذا الشكل غير بيدينا. 125 غرام ديال الزبده مع 100 غرام ديال السكر كلاصي، قبيصه ديال الملح و فاني. وكندير من بعد ما نحصل على بوماد كندير بيضه واحده، وكنخلط مزيان باليد ديالي حتى كنحصل على كريمه. بالنسبه ل 125 غرام ديال الزبده راه غادي تقام بواحد 250 ريال بحال هكاك، يعني ماشي بزاف صافي. من بعد كنضيف 250 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، اللي رابعه ديال الدقيق الخاص بالحلويات، دفعه واحده. كنديروه دقه واحده. هذا هو سر النجاح ديال العجين المرمل. هو عاد كنجمعوه باطراف الاصابع كما جمعتها. راه ما قطعتش الفيديو. باطراف الاصابع كنجمع بحال هاد الطريقه، ما كندلك ما كنضغط ما كنعجن، باش كتبقى ليا العجينه مرمله وزوينه وناجحه. هذه هي الطريقه باش كنخدم انايا العجينه ديال لي طاخت باش كتجي زوينه بهذا الشكل. كنحاول نجمعها بهذا الشكل، غير كنجمع، ما كنعجن ما كندلك صافي. من بعد ما كنجمعوها كنحاولوا نحيدوا داك التفرتيت اللي في يدينا وفي الجوانب، وكنجمعوها مزيان باطراف الاصابع بهذا الشكل. هانتوما نقيت يديا وجمعت جنيبات صافي. من بعد كناخذوا سلوفان اولا بلاستيك، اي بلاستيك غذائي اولا ميكا عاديه، كنديروا فيها العجينه وكنجمعوها بهذا الشكل. كنجمعوها مزيان وكندخلوها للثلاجه ترتاح 20 دقيقه. ضروري ترتاح 20 دقيقه باش تبرد لينا الزبده، باش العجينه ما تجيناش سايحه صافي. من بعد ما كتبرد 20 دقيقه كناخذ ورق الطبخ، 2 ورقات اولا 2 بلاستيكات. هادو غير باش نطلق بيناتهم العجينه، ممكن ديروا غير 2 بلاستيكات عاديين اولا 2 ورقات. بعد ما كدوز 20 دقيقه، من بعد ما كترتاح لينا العجينه، كناخذوها وكنحلوها وكنديروها في فوق الورق، وكنغطيوها بورق واحد اخر بهذا الشكل. وكنبدا ندلك بهذه الطريقه. في الاول غير كنضغط، من بعد كندلك باش كنسرحوها على حسب المول اللي عندنا. بالنسبه للمول ممكن ديروا المولات اللي يكونوا صغيورين، دوك اللي صواغي. ممكن ديروا المولات اللي يكونوا يعني موين. ممكن ديروا واحد المول كبير. انا كندير واحد المول كبير وكنقطعها، كتجي رائعه صافي. بعد ما كنطلقها دائما كنطلقوها رقيقه باش ما كتكون العجينه ديال الطورطه رقيقه، باش ما كتجينا مقرمشه وباش ما كتجينا زوينه. هذا هو السيركل اللي غنخدم به. فيه 26 سنتيم، خديته ب 18 درهم اولا 20 درهم، كل واحد والثمن باش كيبيعوا. المهم بين 18 حتى 20 درهم. فيه 26 سنتيمتر. العجينه رققتها، من بعد قلبتها على المول. وبالنسبه للاطا فرشت ليها ورق الطبخ ودرت عليها الاطار عفوا، درت عليها الاطار وكنبدا نقاد العجينه بهذا الشكل كما كتشوفوا. كنطلع دوك الجنيبات ودوك الزوائد راه كنحيدهم وكنجمعهم بلاستيك ونديرهم في المجمد حتى كنعاود نصاوب شي طورطه اخرى اولا طورطه فرديين، وكنعاود نخدم بديك العجينه. الا نتوما بغيتو تخدموا بها ديك الساعه ديروها في شي
لاطات لي اطارات اللي يكونوا فرديين باش يعني راه ما كتضيعش، كتبقى في الثلاجه. كنسرحها كنقادها بالموس وكندخلها للمجمد تبرد. ضروري ندخلو على المجمد تبرد واحد 20 دقيقه باش هكا ما تهبطش لينا في الطياب. بالنسبه للكريمه كناخذ 100 غرام ديال الزبده مع 100 غرام ديال السكر كلاصي وساشي د الفاني. الا كانت عندكم النكهه اللي كتكون طويصه بالفاني يكون احسن ديروا راس معلقه ديال نكهه الفاني. كنطرب في الاول كنحرك باش ما كيطيرش ليا داك السكر كلاصي، ومن بعد كنطرب حتى كنحصل على شكل بوماد. دائما في الكريمه ديال لي طاخت كنديروا قد الزبده قد السكر قد المكسرات باش كتجينا الكريمه ناجحه. وغادي نقول لكم السر باش هكا ما تخواش لكم وتجيكم ناجحه. غير تبعوا الفيديو. كنطرب الزبده بهذا الشكل حتى كتطرب كتولي على شكل كريمه. من بعد كنضيف بيضه واحده وكنعاود نطرب. فاش كنطرب كنزيد نضيف البيضه الثانيه. يعني مكونات هاد الكريمه راه ساهله: 100 غرام زبده 100 غرام زبده 100 غرام سكر وجوج بيضات وكنطربوا مزيان. من بعد هنايا ضفت البيضه الثانيه وكنطربوا مزيان. راه كتجي هاد الطورطه خطيره وراه كتباع غاليه في المخابز. احسن انكم تصاوبوها في الدار، تاكلوا شي حاجه اللي من يديكم وصحيه ولذيذه وزوينه بزاف. صافي من بعد ما طربت مزيان كنضيف معلقه صغيره ديال النشا، وعندي هنايا 100 غرام ديال الكركاع اللي يكون مطحون. ممكن تعوضوه ب 100 غرام ديال اللوز مطحون، عوضوه ب 100 غرام ديال الكوك اولا 100 غرام ديال الكاوكاو. غير هي كتجي احسن باللوز وبالكركاع، كتجي يعني كتجي غنيه وكتجي لذيذه اكثر باللوز اولا بالكركاع. صافي وكنطرب هاد الكريمه مزيان 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 حتى كتطرب مزيان بهذا الشكل. كتطرب مزيان وكنجمع دوك الجنيبات. من بعد ما دازت 20 دقيقه بردات ديك العجينه اولا 25 دقيقه تكون بردات باش ما تهبطش لينا في الفران. خصها تكون بارده مزيان من المجمد. صافي كنعمر بالكريمه ديالي بهذا الشكل. الا كانت مازال ما برداتش وكنتو صاوبتوا الكريمه قبل، حطوا الكريمه في الثلاجه في التحت بما دازت 20 دقيقه اولا 25 باش هكا العجينه تبرد لكم. عاد خرجوها وعمروها. صافي بهذا الشكل. من بعد خديت هنايا واحد 80 غرام ديال اللوز الكركاع عفوا ديال الكركاع اللي قطعته طريفات. انا درت في الكريمه الكركاع ودرت في التزيين الكركاع. الا درتو الا درتو 100 غرام ديال اللوز مطحون غديروا اللوز ايفيلي من الفوق. صافي كندخلها على الفران اللي يكون سخون من قبل 180 درجه اللي يكون سخون من قبل، يعني كنسخنوه قبل ما نبداو نعجنوا في لاباط. وكان 180 درجه حتى كتشوفوا الجنيبات ذهبوا وصافي. وكنخليوها تحمر. هنايا خرجتها. ممكن تدهنوها بالناباج، انا فقط رشيت عليها السكر كلاصي من هذوك الجنيبات. هذا هو الشكل ديالها، راه كتجي ناجحه لذيذه. جربوها وخليوا لي في التعاليق كي جاتكم. بسلامه.